نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال وبأحسن الأحوال يا رب. وأهلا بيكم في قناة يوميات بنت من الوادي. النهاردة هنعمل مع بعض غداء جميل جدا. هنعمل إيه؟ هنعمل كفتة البطاطس اللي انتوا شايفينها دي، وهنعمل بابا غنوج، وكمان هنعمل فراخ مشوية. هنعملها بطريقة جميلة وسهلة جدا جدا وبسيطة. نسمي الله ونخش على الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا حبتين من الطماطم، نص قرن فلفل حامي كده، وكمان 6 7 فصوص من الثوم، ومعايا 3 بصلات كبار. انا معايا بسم الله ما شاء الله كميه كبيره من الفراخ يعني، فعشان كده حطينا 3 بصلات كبار من الفراخ. تمام. عايزه الفراخ تبقى سبايسي قوي، حط قرن فلفل بحاله او قرنين زي ما تحبي، لكن هنا عشان طبعا بيبقى فيه اطفال وكده وفيه ما بيحبش الشطه، فحطيت بس نص قرن فلفل حامي، وزي ما قلت لكم 6 7 فصوص كده من الثوم، و3 بصلات كبار. ما عندكيش خلاط، عندك مفرمه تقدري تعملوه في المفرمه، ما عندكيش ده ولا ده، هتبشروهم عادي على المبشره كده ايه على ايدك. تمام. بس احنا عشان ايه بنحب نستسهل كده على نفسنا احنا يا ستات، فاختصرنا وعملناهم كده ايه في الخلاط. تمام. زي ما احنا شايفين كده حطيت خل، حطيت حوالي 3 معالق كبار من الخل. وجبت هنا اول مرة بصراحة استخدم دبس الرمان في الشوي بتاع الفراخ. عايزه اقول لكم كان جميل جدا في الشوي. تمام. حطيت كده معلقتين كبار من دبس الرمان. هنا بقى لقيت بقى ايه الخلطة دي كانت فاتحة قوي، او الطماطم بتاعتي كانت فاتحة، فقلنا ايه عايزين بقى ايه نغمق التتبيلة ده والطماطم دي. جبت معلقة صلصة كبيرة وحطيناهم على الطماطم. جبت معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ودي عاملينها في البيت ومحمصينها في البيت، بتدي طعم رهيب للخلط. كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، فلفل أسمر وكاري، وكمان حطينا كمون، ومعلقة صغيرة كده من الجنزبيل، وحطينا زعتر وروزماري. الزعتر والروزماري ده عايزة اقول لكم بيخلي ريحة الشوي تبقى رهيبة رهيبة رهيبة، طعمها بيبقى جامد جدا. عصرت هنا ليمونة كاملة، وحطيت هنا حوالي معلقة كبيرة من العسل. تقدري تستبدلي العسل دي بمعلقة صغيرة خالص من السكر، مش حابة تحطي براحتك خالص. تمام. تبلنا بقى الفراخ. حطينا بقى الفراخ تبلناهم كويس جدا وحطيناهم في التلاجة لمدة ليلة كاملة. هنا بقى كان تاني يوم بعد ما سيبنا الفراخ ليلة كاملة. لو انت مش هتسيبيها ليلة كاملة تقدري تسيبيها في التتبيلة من 3 ل4 ساعات. تمام. جبنا هنا الصينية وحطيناها كده ايه في القعرية بتاعت الصينية زيت، دهناها زيت كويس، ونبتدي بقى نرص ايه الفراخ بتاعتنا في الصينية. بس واحنا بنرص الفراخ هنعمل ايه؟ هننزل التتبيلة دي من على الفراخ عشان خاطر لما نحطها في الصينية وتتحط في الفرن البصل ما يتحرقش على طول. تمام. يعني انا شايفين هنا بنزل البصل من على الفراخ وبرص كده في الصينية. الفرن انا مولعاه، وهنحط عشان يسخن هنحط بقى صينية الفراخ في الفرن على طول، مش هغطيها ولا اي حاجة. تمام. خلاص هنا حطينا صينية الفراخ. تعالوا نعمل مكرونة. معايا حلة حاطة فيها مية وشوية زيت وشوية ملح، واول ما الزيت يغلي زيت ايه بس اول ما المية تغلي نزلنا بقى ايه بالمكرونة. طبعا المكرونة ما بسيبهاش تغلي كتير كده على النار، ما بسيبهاش يعني ايه تتسلق كتير. هي كده تاخد غلوة، واول ما كده تاخد غلوة بشيلها من على النار واصفيها عشان خاطر ايه ما تبقاش معجنة معايا. جبت هنا حلة، بشرت فيها قطعت كده فيها بصلاية وسط بشوية بمعلقة سمنة وحبة زيت، وجبت هنا الهون حطيت فيه 5 فصوص من التوم ونص قرن فلفل حامي وشوية كزبرة وملح ودقيناهم كويس. وشوحت البصلاية ونزلت عليهم بمعلقة التوم، وأول ما تشوحوا كده نزلت عليهم ببشر جزراية. الجزر ده بيبقى رهيب يا جماعة في المكرونة، برضو بتبقى كده طعم المكرونة كده مسكر وجميل. حطينا مكعب مرقة، وحطيت عود من القرفة، وحطيت بقى ايه طماطم، وكمان حطينا ورق لورا، وكمان حطيت هنا معلقتين كبار من الصلصة عشان خاطر زي ما قلت لكم الطماطم مش غامقة، مش طماطم فاتحة، فزودنا لها صلصة عشان خاطر تدينا لون جميل للمكرونة. ونزلنا كده بالمكرونة ونقلب بقى ايه المكرونة في الصلصة دي. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ استنوا بقى نقلبها وهتشوفوا شكلها في الاخر. تعالوا هنا بقى طبعا سيبنا المكرونة لغاية ما تكمل سوا. تعالوا هنا نعمل ايه كفتة البطاطس. معايا هنا بصراحة بس بطاطس مهروسة، حطينا على شوية ملح وشوية فلفل اسمر وهرسناهم كويس جدا. ومعايا هنا بيض، ومعايا هنا ايه بقسماط على فيجيتار. صبعنا كده البطاطس
زي الكفتة بالظبط. وبعد ما صبعناها نزلنا عليهم في البيت، وبعد كده حطيناهم في الفيجيتار والبقسماط بتاعنا ده. كانت مقرمشة من بره وجوس، يعني جميلة جدا. جربوها هتعجب. كانت مقرمشة من بره وطرية من جوه، جميلة جدا. وقليناها زي ما احنا شايفين كده الغدا الجميل بتاعنا. دي بقى الكفتة، البطاطس، كفتة البطاطس الجميلة، ومخلي اللفت وبتنجان بقى وايه، والمكرونة الجميلة والفراخ بقى. حاجة كده عسل. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسيش بقى لو أول مرة تشوفيني تنسيش تحط لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله. وأشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.